عسلامة عسلامة البنات، شنو حوالكم؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير يا ربي وانتم تتفرجوا في الفيديو متاع اليوم. رجعت معكم حبيباتي اليوم فيديو جديد ان شاء الله يا رب يعجبكم. نبداو الفيديو متاعنا بصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. غبت عليكم كالعادة دايدة أخرى، لا غالب قريب. المهم مرضت أسيل بنتي، عديت العائلة الكل وأنا ما نجمتش، لا نجمت نصور لا نجمت نعمل مونتاج. مهم صوتي هارب جملة وتعبة وجاب ربي أحمد ولدي ما يقراش، يعني 10 أيام المعلمة متاعو ماخذة كونجي، وليت مشيت لدارنا باش نجمت يعني ماما تتلهي الصغار والكل، ماك تعرفوا القريب واحد ما عادش ينجم يقوم جملة. الحمد لله. ردوا بالكم انتم على رواحكم بنات، رسمي قريب خايب قاعد يدور الايامات من الروضة ومن المدرسة وماك تعرفوا. والحمد لله واحد حس روحه تحسن، هاكا روح لدبيرته باش يخرجك الدار يبرد فيها قلبه وينظفها وينحي منها كل الطاقة السلبية وكل مرض وكل شيء. كل حاجة تغسل، المهم مش حتى تغسل. فما حاجات لما حالة قبل بنهار هاكا غسلتهم، كيف الفرارش وكل القشور المخاضد وكل الحكايات هذيك الكل، والفرارش شمستهم قبل بنهار زايدة تاع الصغار. هكا هاو جيت هنا للصالة، ماك تعرفوا خذاو راحتهم على الاخر في الدار، خليتهم على راحتهم زايدة خاطر ناوية تنظيف. المهم خرجتك الصالة، خرجت الزرابي نهار الصباح شميسة محلاه، ليمت الطقس محلاه. نحيتك الجتيات هذوكم باش نغسلهم زادا كيف تمرمدوا، ما عادش باش نحطهم صراحة. زادوا مرضوني والله، زادوا تعبوني ياسر يتحركوا، حتى لفيت يعني الجرية كلها ياسر يتحركوا، وانا كي نشوفهم هكاك نحس الصالة كل داخلة بعضها. هكا كل شي باش ناخذ الفرارش الحنان هذوك محل عندي منهم اما الوان مش كي بعضهم. كل شي نحط مبدئيا نحط هكاكا لين ناخذ ثلاثة عباد اخرين. هيك هاو البنات نفضتك السالة هكا كي نقعد مدة ما نحيش الجوتيات، نحس هكايا كي نحي الجوتيات نحس الصالة محلاها نتوحش لونها نتوحش يعني تقعد هكايا خفيفة من غير حتى شيء. اما الصغار ماك تعرفوا ما يهنيوش ويمرمدوا على الغفلة يجيو ياكلوا في الصالة هكا. ان شاء الله يعجبكم فيديو اليوم البنات. فيديو اليوم بصراحة تشجيعي، تنشيطي اللي عنده حاجة كي باخل عليها يتشجع بالفيديو هذا. الايامات هذه كنا احنا ندزو في رواحنا دزال، هكا واحد كي يشوف حاجة هكايا يتشجع بصراحة من غير ما يشعر، يقوم يعمل يقضي شعوره. الصغار المهم حذايا في الدار ما هزيتهمش يقراو. احمد بطبيعته ما يقراش ونور اسيل قلت اسيل خل تكمل دواها الساعة، يكملوا الدواء ورجعهم يقرا. ما يجيش زادا صغير يبدا مريض وتهزو يقرا في الروضة يعدي صحابه الكل. يعني اسيل خذيت عدوى من الروضة مثال. هما هي تلقاهم يعني يخدموا ما ينجموش يعني ما عندهم وين يخلوا صغارهم، يعني حتى مريض تهزو يعني ما عندها حتى حل مسكينة تخدم هكاك العدوى تصير. باش نعمل مسحة لبنات توا للصالة، خلي واحد يبدا قاعد مرتاح ويبدا قاعد شيخ. حطيت الفيديو متاعي نتفرج فيه، كانوا
حاطين أغنية عيد ميلاد. المهم العيد ميلاد لتوا وفاة عندي أنا، راه كل ما يحلوا التلفزة لازم عيد ميلاد سعيد وأغنية وجو. قلت لها لحظة خلينا نحط لك الفيديو تاع عيد ميلاد أسيل وهاكا تفرجت فيه شوية كي وفات الأمبيونس هايكا مشيت. كان آخر فيديو هذا هبطه لكم صدقني ربي وكهو هبط الفيديو هذا قعدت لا مش هذا هذا ومن بعد ويا الفيديو متاع وقت مشينا خرجت انا ودارنا هذاك اخر فيديو هبطه. والله سبحان الله هالقناة والله البنات غريبة وكهو كل ما نرجع ونشجع نقول كل يوم مش نقعد نهبط ولا حتى نهار بعد نهار ميسالش. لازم تصير حاجة ان شاء الله ربي على قد ما يعطينا باللطف وكهو. ميسالش المهم اني ديما متفكرتكم ومانيش نسيتكم او كنت نفكر فيكم حتى بفيديو هكايا ميسالش. ان شاء الله ربي واحد يسهل له فيما هو صعيب وكهو. ان شاء الله ربي واحد يحقق له اللي في باله واللي في بالكم كهو. مسحت البنات تحت الديفونات الكل وهاكا ديفون هذاك صغير حزيته غادي بدلت شويه. المهم ماذا بيا هاكا ديما نبدل نفس الحكايه نفس الديكور يعني. اما ميسالش والله واحد يرتاح حتى نفسيته شويه. تعجبني بصراحة الصالة ملمومة. أنا كي نبعدها الكل على بعضها نحسها باردة وما تدفيش ونحس التلفزة ياسر بعيدة مختار كبيرة بالكدا الصالة ما تشوفوهاش يعني في الفيديوهات. كي من بعد ديفونات نوخرهم التالي تقعد فارغة من القدام ما تعجبنيش جملة هكا. إن شاء الله واحد ربي يسهل وينوب وكل واحد ياخد بيت فطور ويحطها التالي وهكا تقدم شوية الصالة هكا يعني واحد يحسها ملمومة ومحلاها. واحد إن شاء الله كل مرة يعمل حاجة وكاو. نحن نسي ماذا بينا كل شيء في بلاصته وكل شيء نعملوه كاو. واحد زاد واحد يمشي على قد خطوته. إن شاء الله ربي ينولنا اللي في بالنا الكل يا ربي. إن شاء الله كل حاجة نتمناوها ونراوها ونحبوا نعملوها ونشتهيوها وإن شاء الله تصير يا ربي حني. ربي يكتب لنا فيه الخير. احنا نسي نحبوا ديارنا ديما مريكلة والحاجة الجديدة اللي تطلع ماذا بينا ناخذوها. ما واحد بشوية واحد يعمل اللي في باله الكل. دام الصحة لباس هذيك هي الفايدة هذيك أهم حاجة. كملت البنات مسحت الصالة باش نخليها تشيح. منعرفش نحس الطقس مش شكليش القاعة ما تشيحش في ساعة البنات تحسها تقعد مبلولة بعد باش تشيح اصلا واحد اعصابه تتوتر. كملت مسحت الدار الكل ومشيت لبيت النوم لقيتها مازالت مندية يعني الصالة شايحت هايك وبيت النوم مازالت كلها مندية. تخيلوا مسحت الكلوار وبيت البانو حكيتها والبيوت وكله مشيت الكوجينة مسحتها وسيقت الفيراندا وعملتهم الكل. المهم وبيت النوم مازالت مبلولة شوي. ساعات يجي طقس محلاه انتي تعمل الخيشة منه وتتلف تلقى البلاصة اللي مسحتها شايحت يعني من بعد. وساعات طقس تحس فيه الندوة ولا كيفاه. دخلت بنات البيت بتبيعك الفرارش خرجتهم يتشمسوا. ومسح عليك الغبرة. واحد كل يوم يمسح في الغبرة والغبرة مش نورمال. نعمل مسحة زادا لك للبيت روح جديدة ونفس جديدة. هيك الطاقة السلبية كل انك تبدا بيتي خاصة بيتي نظيفة والغبرة ممسوحة
ومثال الجلاس منظم دبشي منظمة، نحس في روحي شيخة، والله شيخة. أهم حاجة في الدار نحس هالمروات والجلاس يعني دريسينج حاجة هكا، أهم حاجة نحسها في الدار. كي يبداو هما منظمين نحس الدار الكل نظيفة، ونحس التراكن الكل نظيفة ومنظمة يعني. واحد ديما يدو فيه مكاو. ساعات نحب نبدل الديكور متاع بيت النوم، ما نلقى ما نعمل يعني. مرة الأخرى حطيت الفرش هذا في بلاصة الكوفيز، ما عجبتنيش، كنت بدلت شوية وكلها ما حسيتها منعرفش، نحس في روحي في هبطة في حكاية. نحس روحي مصلوبة، فهمتوا البنات، تحس الفرش مصلوب. شو هنا يحركوا في الواحد. ايه الدار لي ساعات ننظم يعني، نعمل نخرج البيوت ولا نعمل حاجة يبداو الصغار في الدار، نندم والله نندم، يتعاركوا ويهبلوني، هم مشي وهم جي وهم عفسوا هم، مش تبدأ يعني وحدك تك تك، دار فارغة ما فيها حد، يبداو يقراو هكا القضية ما تكيدكش يعني، في من با في سويعة تكمل كل شيء. أنا حتى بيوتهم ما خرجتهمش، ما قلت باش نتعب روحي ويتعبوني حكاية زايدة، يعني خرجت بيت النوم والصالة، بيوتهم ما فيها حتى شيء، بيوت صغار ما قلقونيش، في نص ساعة نخرج منهم. حتى يظهر لي ساعات في الليل ما والله ساعات في الليل بنات يظهر لي، مثال نعشيهم وندخل باش ننظم أي حكاية باش نعمل في بيوتهم، ويظهر لي باش نخرج الزربية ونفضها ونمسح ونركح لهم بيوتهم وكاو في الليل يعني، نصيف ساعة ساعة غير ربع نكمل لهم البيوت ونفرشهم. هكا هاو البنات كيف ما شفتوا هنا خرجت الفيراندا باش نعمل لها تسييقة، وندخل نكمل عاد نمسح الكلوار والدار الداخل. ثم في المرحلة هذه أنا أهم حاجة عملتها بيت النوم والصالة. بيت النوم تعبني خاطر ما تعرفوا الفرش كبير ونقعد تحت الفرش نمسح بالكدا يعني، ما تعب برشا، مش كيف الصالة يعني هكا يعني تسمى كبيرة على بيت النوم وما تعبنيش كيف بيت النوم. كهو نتكمل سيقت الفيراندا، نعمل لها تنشيفة وكهو. عندي باش زيد هذاك البنات غسلته في الليل ونشرته ما مازال مندي، قلت خليه يكمل اليوم وندخله. كما ذا بيا بالدورة صغيرة نغسل باش ما يكثرش عليا، كان طويل ما يتعبنيش، كان نشران زادا كيف كيف. كما ذا بيا بدأت عندي دورة صغيرة نحط نغسلها وكهو. هيك هاو البنات كملنا هنا الفيراندا ودخلت الداخل. هنا غسلت التبي تاع الفيراندا وغسلت تبي أخرى. هي طقس هكايا راهو يشجع على غسيل، على على قضية، على كل شيء، طقس يهبل يهبل يهبل. اما ما نعرفش تحس فيه كنا ندوة كيف ما قلت لكم، شوفوا الفيراندا مثل طاولة شاحت، بيت النوم الطاولة شاحت. الشعر ديما هيج، الشعر بنتي أسيل ديما كالشمس. عودت مسحتك المشي والجاي متاع الصغار داخلين خارجين البيوت حتى بعد ما مسحته. شوفوا نورة
ما عندها شي في بيت النوم، وداخلة لبيت النوم مانيش عارفة علاش. هكا دارت البيوت الكل ومن بعد مشيت. لازم يعني لازم يعمل البصمة متاعهم. ندخل هنا البيت البانو زيدا كيف باش نعمل لها حكة. بيت النوم بيت البانو بصراحة نحس أهم حاجة في الدار. أهم حتى من الكوجينة كي تبدا هي نظيفة وريحتها فاوحة وما فما حتى ديفو فيها، تحس نفسيتك تبدا مرتاحة وما فماش جملة طاقة سلبية في الدار، خاطر أكثر حاجة يعني تلم الطاقة السلبية هي بيت البانو. كي تبدا بيت البانو نظيفة ومفروشة وريحتها فاوحة وفيها ريحة جافيل تحس بالحق روحك مرتاح والدور مرتاح. كملت حكيتها وركحتها وجيت باش نعمل مسحة للكلوار. نشكركم البنات برشا 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 على كلامكم الحلو في الفيديوهات اللي فاتوا. والله يا البنات محلاكم ومحلى كلامكم والله. ماذا بيا كل فيديو هكا لازم نشكركم على الفيديوهات اللي قبلها وعلى كلامكم الحلو وعلى دعواتكم الباهية. مطيبكم ومطيب قلوبكم بالحق. محلاكم والله. ان شاء الله ربي يخليكم ليا ويخليني ليكم، وربي يفضلكم العزيز عليكم بالحق. يعني عباد بالحق ما يعرفوكش وانتي ما تعرفهمش ويدعيوا عليك بالخير ويتمنوا لك الخير بالحق. سبحان الله والله. محليها العباد اللي كيفنا هكا محليها. كهو البنات كيف ما شفتوا حطيت كملت الكوجينة الحق بس كملتش صورت معاكم الكوجينة مسحتها وكل شيء وشعلت حطيت البخور. حبيت نفرش ويبدأ البخور يعجعج ومن بعد نسكر الدنيا كل نحبش نبخر وداير تبدأ مسكرة. الصغار ما هم جاوا يتفرجوا حسرتهم حسرهم في بيت أحمد ما حبيتهمش يخرجوا يعني حتى نكمل تشيح الصالة وتشيح الدار. كي قلت لهم صايي المهم جاوا يجريوا طول يجريوا التلفزة. والله أحلى إحساس البنات هذا والله إحساس مش نورمال. واحد يعمل قهيوة ويبدأ مرتاح ويبدأ الشيخ وعامل جو. باش نحطك المحبس هذاك غادي في الكوان حالة صغرون مش ظاهر نتصور في الكلوار يظهر بجنب بيت البانو بجنب الباب متاع بيت البانو. نتصور يظهر غادي خير. اما ان شاء الله كي ناخذ واحد اخر للصالة تو نهزو غادي. كملت فرشت البنات وكتبية ذيك اللي حطيتها قدام بيت البانو وذيك شريتها من المعرض. تو نوريه لكم ما شفتوهاش المحالة بكدا اما تو نوريه لكم البنات تكون شي تجي هي متاع كلوار متاع حاجة كي متاع حتى كوجينة نتصور تجي برشا نشوفين في الكوجينة يحطوا فيها. تو نوريه لكم انتم اعطيوني رايكم. كملت فرشت هذا بيت النوم وباش نكمل ندخل الغداء. نفرش فرشي والكفرتات خليهم يزيدوا شوي مازال بكري خاطر نسمى كملت بكري هنا ومازالت فما شميسة. هاكا نهار نخرج الفريش متاعي نهار نخرج الفريش متاع الصغار هاكا نخرج كل شيء مع بعض. نهار فريش احمد كل مرة كيف كل مرة كل نهار كيفاش خاصة يبدا الطقس باهي. ماذا بيا نستغل بصراحة
ماذا بيا بصراحة نستغل الشميسة ونشمس أكل المخادد والغطاء والكل. حتى كده تبدأ ما عنديش قضية يعني ولا باش نمسح. فوحت الدار شوية هكاهو. والله نفرح نقول الحمد لله ربي كي كمل القضية، نقول الحمد لله ربي يعاوني على الدار وكملت يعني. هاو جيت البنات هنا بعد ما فتروا الصغار وكل شيء، جيت ديجا الفطور طيبته قبل ما نبدأ القاضية في الدار، طيبت الفطور وركحت الأمور الكل. وقت نعرف روحي باش نتلهي في الدار ماذا بيا ما لو كامل قمت حضرت طيبت الفطور وحطيت نفطر نشرب في قهوتي يعني. كان لازم يعملوا لي حاجة لازم يعملوا لي خدمة، نقول هاني كملت باش نقعد لازم يخرجوا لي حكاية نعملها. قالوا لي نحب بس يعني باش نقص لهم بس الصغار الكل يحبوا يمنجشوا هكايا، بعد الفطور يحبوا ياكلوا حاجة هكايا، كان بس ولا سفنارية ولا غلة ولا اللي هو. هكا هاو البنت كيف ما تشوفين على أعصابي هنا ماذا بيا في ساعة نقعد ونشرب قهوة خاطر راسي صايب مزنزن على قهوة. واحد لقاه نهار كامل يجري ويجرجر باش يوصل اللحظة هذي ويشرب قهيوة ويمد سويقاته. إن شاء الله ربي معانا ويعاوننا يا ربي. كيف ما شفتوا البنات حضرت قهيوتي وحطيت ما الحق ما عندي حط شي حلو، نزلت ما ما رجعتش للفورمة متاع التطيب والكل. ان شاء الله تو نعمل حويجة حلوة حتى للومجة متاع الصغار ما تعرفوا. حطيت حويجة نتفرج فيها وحليت الريشو، تعرفوا البرة سخونة والداخل باردة مش نورمال. حطيت قيوتي وقعدت ان شاء الله نرجع معكم فيديو جديد البنات، نعملوا حويجة حلوة مع بعضنا. ماذا بيا انا ما نحبش الدار، ما حبش داري مفيش حاجة حلوة، ماذا بيا ديما عندي حويجة كيا حلوة لقيبتي اللمجة متاع الصغار الكل شيء. أنا رجعنا بشوية نظفنا دويرتنا وبردنا قلوبنا ونرجع إن شاء الله مع بعضنا. إن شاء الله فيديو اليوم يعجبكم البنات، وما بقى لي توا كان باش نقول لكم سلامة وباي باي، نتقابلوا فيديو جديد. سلامة.